أنا ضيعت فرص كتير جدا في 2024 بسبب الكسل وإني مش عارف أبدأ إزاي، والوقت مرة لحد 2025. والصراحة كنت زعلان على اللي فات لإني معرفتش أستغله، وضاعت مني سنين كتير جدا في قرارات غلط وكسل رهيب. ولكن أنا قلت كده كفاية. أنا لازم أبدأ صح، لأن حلمي أنجح في حياتي وأبدأ فعلا أعمل فلوس. والسؤال اللي بيجي لكل الناس، إزاي أبدأ صح في 2025؟ أنا مش هديك جرعة دوبامين وتحفيز وكل الكلام ده، أنا هقولك على الطريقة والحقيقة. أول شيء قررت أعمله هو إني أرتب أهدافي، فجبت مفكرة وكتبت فيها كل الأهداف اللي عاوز أوصل ليها، وشفت بعدها أكتر هدف هقدر أحققه دلوقتي. وكان أسهل وأول هدف ليا هو عمل قناة على اليوتيوب والربح منها، وأوصل ل10,000 مشترك. والحمد لله قدرت أفعل الربح بعد 4 شهور فقط من بدء عمل القناة. ولما اخترت الهدف ده بدأت أعرف إيه الطرق اللي تخليني أنجح في اليوتيوب. ولما اتعلمت بدأت وأحط تحت أبدأ دي 100 خط، لأن لازم نبدأ حتى لو ما عندناش الخبرة الكافية، لأن عمرك ما هتكون جاهز، فابدأ دلوقت. تاني حاجة هي توفير الوقت. اللي انت متعرفوش إن الوقت اللي بتقعده على السرير قبل النوم يعادل 7 سنين من حياتك، وإن الوقت اللي بتتفرج فيه على التلفزيون يعادل شهر في السنة. فتخيل كمية الوقت والعمر اللي بيضيع منك بدون ما تاخد بالك. فأنت حرفياً لازم تستغل كل الوقت ده عشان تلاقي نتيجة وتستفاد بأكبر وقت ممكن. فمثلاً معدل النوم الصحيح 6 ساعات في اليوم، وتبدأ تعمل تمرين لمدة نصف ساعة، وبعدها تفطر، وبعدها تبدأ تعمل الهدف الأول ليك. ولو قعدت 4 ساعات فيه يومياً، فحرفياً الساعة لسه 11 الصبح. فعندك وقت كبير جداً تتعلم حاجات كتير، زي مثلاً تتعلم كورسات مجانية عن التسويق الإلكتروني وهكذا. تالت حاجة، متقولش لحد على حاجة أو عن بدايتك وكل الكلام ده، لأنك حرفياً هتلاقي كلام كتير جداً ممكن يديك طاقة سلبية ولو سمعت كلام إيجابي. فافتكر سبب تعبك لأهدافك وهو الوصول للنجاح لنفسك. فلو انت بتعمل كده عشان تسمع صحابك منبهرين باللي انت بتعمله، فانت كده مش هتحقق حاجة. رابع حاجة هي فلترة صحابك. أنا مش بقول متكلمش صحابك تاني، بس قل لتعاملك مع صحابك اللي انت شايفهم بيجعلوك شخص فاشل وأسوأ، وابدأ اعمل أصدقاء عاوزين فعلا ينجحوا في حياتهم. كان في راوي مشهور كان يعرف صديق ليه، وكان من أعز أصدقائه ووالده حذره من الشخص ده، مع إنه كان دمه خفيف وكان لطيف مع الناس، ولكن كان دايماً يطلع طلعات بالسيارة وكسر السرعة القانونية أكتر من مرة واتحبس بسببه. فاليوم ده ولما قرر يشوف الحاجات السلبية اللي حصلت ليه بسببه، اكتشف بأنه دفع ليه كفالة أكتر من مرة، ده غير بعده عن الدراسة وفشله زاد. فأنت أكيد فهمت الفكرة اللي عاوزك تفهمها من الآخر. الصاحب ساحب. خامس حاجة الاستمرارية، ودي أهم حاجة. فبعد كل الكلام ده اللي أنا قلته، استمراريتك هتحدد نجاحك. وأنا عاوز أقول سر كبير عندي، وهو أنا لما بدأت أقرر أعمل قناة يوتيوب كنت بقول في أكتر من بوست عندي إني هسافر، ولكن الحقيقة هي إنني كنت أدادي خدمتي في الجيش وفي نفس الوقت بجتهد في القناة. والسكريبتات اللي أنت بتسمعها دلوقت كاتبها وأنا في الجيش. فمن الآخر مفيش أعذار. أنا لحد دلوقت ما قلتش إيه الحاجات اللي تتعلمها واللي فعلاً هتجيب لك فلوس، وهي أول شيء هو طبعاً اليوتيوب. بغض النظر إنك لازم تقعد فترة عشان تحقق الربح، ولكن أنصحك تاخد الخطوة وتبدأ. تاني شيء هو مجال الدروب شيبينج، ولو أنت متعرفوش فهو عبارة عن بيزنس تسويق بالعمولة، بإنك تاخد المنتج من المورد الأصلي وتروح تبيعه بالسعر اللي أنت عاوزه على السوشيال ميديا، وبعدها تاخد بيانات الأوردر وتبعتها للمورد الأصلي، وهو اللي يتكفل بكل شيء، وإنت تاخد النسبة بتاعتك. يعني مثلاً لو نسبتك $5 مع 50 أوردر، فأنت كده عملت $250 من فيديو واحد على السوشيال ميديا، يعني 12,000 جنيه، وده أقل شيء في المجال ده. فيه يوتيوبر أفريقي بدأ المجال ده من سنة تقريباً وفشل أكتر من سنة، ولكن بعدها عمل حرفياً $100,000 من منتج واحد من مجرد نشره على التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي. فتخيل لو أنت بدأت فعلاً في المجال ده. ثالث شيء هو تعلم لغة. وفي الزمن ده أنت حرفياً محتاج لغة، لأنها هتغير حياتك. سواء تشتغل بيها كول سنتر ومرتبها حلو جداً، الألماني ممكن يوصل ل25,000 و30,000 جنيه في الشهر، والإنجليزي حسب مستواك ممكن يوصل ل15,000 جنيه في الشهر. فلو بدأت دلوقتي حياتك هتتغير. وأكيد في مجالات كتير جداً غير دول أنت سمعت عنها تقدر تعمل منها فلوس. فاختار أهدافك بعناية وتوكل على الله. وفي الوصف هتلاقي كورسات لتعلم اللغة، وعندي فيديوهات بتشرح إزاي تعمل قناة يوتيوب ناجحة. أما باقي المجالات فهشرح عنها في القناة مستقبلياً إن شاء الله مع الدليل. وآخر
وأهم شيء، الأهم من الأهداف الدنيوية دي، هي الاهتمام بالصلاة في مواقيتها وقراءة القرآن بشكل منتظم ولو صفحة في اليوم، لأن سبب الاكتئاب في الدنيا هو البعد عن الله عز وجل. واللي انت متعرفوش إن الوقت اللي بتستغرقه في الصلاة يومياً يعادل أقل من 10% من عمرك. فتخيل الحاجة اللي هتحدد مصيرك ما تساويش حرفياً 10% من عمرك. وكلمة السر في الفيديو ده هي: ابدأ في 2025. وشكراً على المشاهدة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام.